شكرا لكم سيد النائب المحترم. سيد الوزير تفضلوا مشكورين. بصفة عامة يمكن نقول بأنه الميناء ديال سيدي إفني عند كاين جوج ديال الأنواع ديال الأشغال. النوع الأول وهو التوسعة ديالو، انتم في علمكم أنه مبرمج 34 مليار ديال السنتيم، 340 مليون ديال الدرهم للتوسعة حسب الحاجيات اللي عبروا عليها المهنيين والمعنيين بالأمر. موضوع ديال الترمل أنتم تعلمون هذه واحد المعضلة كبيرة بالنسبة للموانئ ديال الجنوب بصفة عامة، ولذلك خصصت ميزانيات سنوية، وهذه السنة ضفنا ميزانيات. ثم أضف إلى ذلك الشركات اللي كانت كتشتغل كان عندها إكراهات الآن فرضنا عليهم باش يغيروا الآليات، ويبدو أنه يعني كاين صفقة اللي غتدخل شركة دولية لهذا الشيء ديال الدراجاج، ثم الشركة المعنية غيرت الآليات ديالها واستثمرت في آليات جديدة باش تلتزم، مع العلم أنكم تعرف الأحوال الجوية أحيانا يعني كتخلينا ما نقوموش بالواجب ديالنا على أحسن ما يرام، وكيتعطل هذاك الشيء شي شوية. شكرا سيد الوزير. تفضلوا سيد النائب المحترم التعقيب. سيد الوزير، ما تفضلتم به من معطيات حقيقة غير كافية. واقع الحال يقول أن ميناء سيدي إفني في شبه شلل منذ سنوات. حقيقة تقاعستم، وأقول تقاعستم ولم تقوموا بالدور ديالكم. فكيف يعقل منذ سنتين ومشكل الترمل لم تحركوا فيه ساكنا؟ الصفقة التي قلتم بأنها أدرجت إلى حد الآن لم تبتدئ الأشغال فيها. هل تعلم سيد الوزير ماذا يمثل ميناء سيدي إفني لأبناء الساكنة؟ هو المورد الحقيقي للقمة العيش. فلكم أن تتصوروا شهور بدون عمل ما هي حالة الساكنة، ولكم في أحداث 2008 خير دليل على ما ستؤول إليه الأمور. أرجوك سيد الوزير أن تنظر إلى هذا الميناء بنظرة المسؤولية، وكذلك بنظرة إنسانية كذلك. أرجو أن تسرعوا من هذه الوتيرة. شكرا سيد النائب المحترم. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيد النائب المحترم على العدالة والتنمية. سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير. اولا سيد الوزير كنشكركم على المجهودات اللي تبذلون لها في القطاع الذي تسيرونه. ميناء سيدي إفني هو ثاني ميناء بجهه سوسمة الصدرعه. ميناء سيدي إفني تعاقبت السياسات والحكومات السابقه بشانه منذ 1980. صحيح كان هناك احتقان اجتماعي في 2008. سيد الوزير، المطلب ديالنا والطلب ديالنا عادي وبسيط. كنتمناو انكم ديروا زياره في القريب العاجل لهذا الميناء باش توقفوا على الاشكالات الحقيقيه بعينكم، بعيدا عن التقارير وما يصلكم من اخبار. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. هل من تعقيب اضافي اخر؟ كلمه لكم سيد الوزير للتعقيب. لا، انا كنشكر يعني الساده النواب على التعقيب وعلى الملاحظات، وحنا ما عندناش الكمال لله. يمكن يكون نقص، يمكن ما كنشوفوش، هذا الدور ديال النواب ديال الامه انهم ينبهونا. لكن يمكن لي ناكد لكم ان هناك استثمارات ضخمه والتزامات كبيره وانجازات تقع، لكن يقع يعني ربما احيانا يمكن يكون شي كسل من شي اداره، ولكن كاين اسباب اللي كتخلي بعض الاحيان بحال هذا مؤخرا. كتعرفوا هذه السنه كانت الامواج استثنائيه اللي اثرت حتى على البنيه المينائيه، واحد العدد ديال الاشكالات ما خلاتناش كاع نديروا الدراجاج، وقعت لنا كاع اشكالات بحال اللي وقع في طنطان. فاحنا هذا الشيء دركنا كما قلنا، زدنا في الاعتمادات، درنا صفقات جديده فيما يتعلق، وراه كاين واحد السؤال حول هذا الموضوع. الان كان مقرر باش نقوم بزياره الى المنطقات، اجلت لاسباب انتم تعرفونها، التزامات يعني مركزيه، وان شاء الله الزياره مقبلا، وغنجلسوا مع الاخوان المنتخبين والمهنيين ونتذكروا اشنو خاص. كمره اخرى انا عندي الرؤيه ديالي بسيطه، الوزارات مفوضه من طرف الدوله لكي تقوم بمهامها في قطاع معين، لا بد ان نقوم به على احسن وجه، ونتمنى ان شاء الله تكون عندنا شكرا.